5 صفقات طردها كولر وموسيماني وضمها ريفيرو، ومفاجأة عن السادسة والسابعة. وشهدت الفترة الماضية تعاقد النادي الأهلي مع بعض الصفقات التي تم رفضها في وقت سابق، سواء في فترة بيتسو موسيماني أو في فترة السويسري مارسيل كولر. واجتهد جهاز الكرة من أجل إضافة بعض الأسماء لقائمة الفريق الأحمر. ومن هم الخامسة التي ضمهم ريفيرو مدرب النادي الأهلي؟ يأتي في المرتبة الأولى اللاعب محمد شريف رغم رحيله في فترة مارسيل كولر لأسباب فنية. ويأتي في المرتبة الثانية اللاعب أحمد رمضان بيكهام، والذي عاد إلى صفوف النادي الأهلي وذلك رغم رحيله في فترة بيتسو موسيماني ورفض السويسري مارسيل كولر أي محاولات لعودته من جديد. واللاعب الثالث هو مصطفى العش، الذي انضم لصفوف النادي الأهلي بشكل نهائي رغم رفض مارسيل كولر المدير الفني ضم اللاعب من الأساس. واكتفى المجلس الأحمر وقتها بضمه على سبيل الإعارة فقط قبل أن يتم شراء عقده في فترة ريفيرو. واللاعب الرابع هو ياسين مرعي، الذي رفض مارسيل كولر فكرة ضمه في فترة قيادة النادي الأهلي، ولكن قرر جهاز الكرة حسم الصفقة في فترة الإسباني ريفيرو لتقوية الخط الخلفي. واللاعب الخامس هو المالي أليو ديانغ، الذي رحل في فترة السويسري مارسيل كولر لأسباب فنية على سبيل الإعارة، في حين قرر جهاز الكرة عودته من جديد في فترة الإسباني خوسي ريفيرو لتقوية الخط الخلفي. واللاعب السادس هو محمد شكري، ويسعى الجهاز الفني في صفوف النادي الأهلي لحسم صفقة ضمه من صفوف فريق سيراميكا، وذلك رغم رفض مارسيل كولر المدير الفني السابق فكرة ضمه لأسباب تتعلق بالشق الدفاعي. واللاعب السابع هو مصطفى محمد الفرعون المصري، وصرح أحد المسؤولين داخل النادي الأهلي تم التعاقد معه لتدعيم الخط الأمامي بعد رحيل وسام أبو علي.